الدكتورة عفاف المنصوري بيدوبسيكياتر أخصائية في طب النفسي للأطفال والمراهقين. مرحبا بك مدام. مرحبا وشكرا على الاستضافة. دكتورة، وقت الغونتري سكولير اللي هي توا تعدات لها مديدة نشوفوا ساعات تغيرات في نفسية الطفل. ساعة أول حاجة اسكو الأطفال هو حاجة عادية إنه يبكي كي باش تخليه في الروضة؟ هو سيغتينمون حاجة عادية. العند صغير باش يدخل باش يبعد أول مرة على والديه، دونك احنا سي ان شونجمون. كاين في الدار يعرف البو يعرف الام شوشوتي لاهين بيه، دونك باش نهزوه مع عباد ما يعرفهمش، دونك سي تو افي نورمال باش يبدا عنده كيما لونغواس. اول حاجه ديجا مش فاهم اسكو لي بابا معناها بوالديه باش يرجعوا له والا لا، دونك فما كي لونغواس دو لابوندون، خاف لا تو يخليوني ما يرجعوليش. ثاني حاجه بلاصه جديده عليه وعباد ما يعرفهمش، دونك تو افي نورمال اللي هو باش يتقلق ولا باش يبكي. فوالا معناها لي بارون اللي باش يراو ولادهم يبكيو في الروضه ما عندهمش باش يتقلقوا، حاجه عاديه، مش معناها ولدوا خواف ولا ولدوا لا. هو سيغتينمون حاجه عاديه ويلزمنا نصبروا عليه شوي، مي فما كمان فما ساعات وضعيات تبدا ماهيش عاديه، وقت اللي البكاء هذاك مثلا توت لا جورني يقعد الصغير انكونسولابل وجربنا معاه جمعه واثنين وثلاثه وقعد كمان ديما عنده نفس الخوف هذاك، لهنا ينجم يكون انكستي دو سيباراسيون اللي هي تنجم تكون مرضيه. معناها وقتاش نقولوا احنا لهنا معناها الصغير هذا ماذا بينا نتلاو بيه راهو قاعد يبكي برشا بعد قداش شهر اثنين؟ ما نجموش نحددوها بالضبط بالديوغي، خاطر هي فيها الديوغي وفيها لانتونسيتي دي سامبتوم. فما صغار حتى من الجمعه الاولى اون بو جوجي اللي سي با نورمال، فهمت اللي كي تبدا لي سامبتوم كبار سورتو كي يبدا فما علامات بدنيه ردان وبكي فما صغار يوصلوا للردان. شوف هو برشا نسمعوا ديما دي بارون تقول لك كرشو توجع فيه والا حاجه، راهو من علامات التوتر اللي نجم يعطينا علامات بدنيه. التوتر مش كان جوست احساس، هو احساس ويجينا معني حاجات نحسوهم خوف وتوتر ورهبه والكل، مي زاد باش يظهر زاد في شكل علامات بدنيه، قلبك باش يدق، كرشك باش توجعك، تنجم فما عباد تتقيأ والا غيره، وهذاك زاد من علامات التوتر عند الصغير. دونك ساعات كي تبدا لي سامبتوم انتونس برشا مش باش نقعدوا نستناو احنا اللي نقولوا بعد مديده شهر والا حاجه، كي يبداو لي سامبتوم برشا اول حاجه نثبتوا ساعه وين المشكل. مثلا فما صغيرات نلقاهم ياسر متعلقين بوالديهم، اكلي ساعات تقول لك حتى سيباراسيون نتاع درج امبوسيبل، راني في اي بيت في الدار يبدا يدور معايا، راني يرقد بحذايا، راني دونك نثبتوا ساعه فماش حاجات اكوريجي ومن بعد نرجعوهم تدريجيا. احنا نوصل نقولوا لهم ما يوصلش الباب المكتب باب الروضه يمسوا ويرجع، ليسونسيال ما فماش نبكي نروح، اما شنو ندخلوا تدريجي نحكيو عليه في الدار اون لو بريبار، نشدوا احنا نكونوا حازمين شويه، مي سينو نعملوا حتى اون انسيرسيون بروغريسيف، نمشيو حتى بربع ساعه ونروحوا، معناها مش لازم من الاول كان تبدا لي سامبتوم كبار جوست نخليه نجموا ندخلوا معاه ربع ساعه ونروحوا، ومن بعد نخليوه ربع ساعه ونروحوا، ومن بعد نطولوا بشويه بشويه احنا والتوليرونس نتاع صغيرنا. تقول لي كبار قلت لي يوصلوا معناها يرجعوا للصغار، شو ينجموا يعملوا اخر؟ ينجموا يعملوا دي كريز كبار، ينجموا يضربوا والديهم، ينجموا يعملوا كريز في القاعه، ينجم لي كريز دو كولير، كريز كبيره دو كولير والكل. اللي هذيك هي باش يقول لك دليل، اما لي راهو ساعات يتنجم الصغير بالحق يكون خايف معناها والكل، يفو ريسبكتي معناها اون ريسبكت مي توازن شنو باش نعملوا معناها كمان باش نحكيو باش نثبتوا كيف فما اخطاء زاده باش نرجعوا نصلحوهم، من بعد اون ريبرون. فما وضعيات الحقيقه تالمون تبدا لونكسيتي كبيره اون بو اريتي ريبرون، معناها نقولوا احنا نصلحوا مثلا كيف فما رقاد مع الوالدين للسبعه وللست سنين ومازال يرقد بحذا نصلحوا مديده ومن بعد نرجعوا تدريجيا لليكول. دكتوره بوكو دو فام عندهم هكا سونتيمون دو كولبابيليتي، تحس بالذنب انها تحط ولدها ولا صغيرها في الروضه. ساعه كانت تقول لي ان هو العمر اللي فريمون الام ما لازمهاش يكون احساسها بالذنب حتى طرف، اللي او كونترير لازم يمشي للروضه، ان هو العمر. هو الحقيقه ديما فما اون بريباراسيون بسيكولوجيك يلزمها تصير في مخ الام، يلزمها اول حاجه هي تحضر الروح، مش باش تبعثه هو يحارب والا باش تخليه في الشارع ولا باش تخليه عند عباد ما يتلهيوش بيه والكل، نجموا ناخذوا وقتنا ونسالوا على الكريش والا على الروضه والكل، مي يلزمني انا كأم اول حاجه نكون مقتنعه اللي انا نعمل في حاجه باهيه لصغيري، هذه هذه انت ان طونك بيدوبسيكاتر انت تشوف الصغيرات، اسكو اليوم كي نسالك هل الصغيرات اللي يمشيوا للروضه متوازنين كيما الصغيرات اللي في الدار والا لا؟ شوف فماش ريبونس 100%، اوكي سا ديبون، فهمت. احنا اون جينيرال ننصحوا برشا بالسوسياليزاسيون بريكوس، معناها كي يبدا صغير بدنيا في صحه جيده حتى من عام ونص نجموا نعملوا اون انسيرسيون في دي كريش. عام ونص؟ اوكي. دونك طونكو صحته لاباس ما عندوش موانع بدنيه ماهوش ازماتيك والا حاجه نجموا نعملوا اون انسيرسيون بريكوس، مي العمر 3 سنين راهو الحقيقه
احسن عمر ايديالمون يدخل في العمر هذيك. هما كي اختاروا عمر 3 سنين وحلاو الروضات على 3 سنين، وساعات نقبلوا عامين ونص، مي كمان في الدولي هذيك عامين ونص 3 سنين راهو ما كاينش اعتباطي. العمر هذاك باهي ويخلي صغير ينجم نقولوا احنا يستفيد من وجوده في الروض. دكتوره عفاف، ان بيبي عمره عام ونص تحسوا إلا بوزوان دو سوسيابيليزي؟ اي هو شوف، هما يلزمنا نخمموا باللوجيك. صغير قاعد في الدار يسوغا يبوستيمولي، مهما باش نخدموا معاه ديزاكتيفيتي، باش نخدموا معاه شويه شويه، مي فينالمون باش يقلق وباش نقعدوا في نفس الكادر. دونك ما فماش ستيميلاسيون برشا الحقيقه المخ. قدر ما في الروضه فما انشطه اللي كل يوم تتبدل، فما غنيات، فما انشطه، فما ديزاكتيفيتي باش يعملهم، وسورتو فما تفاعل مع صغيرات اخرين. دونك فما العمر زاد هذاك به فيه برشا لابرونتيساج سوسيال. مثلا ساعات صغير يبدا فايق عليه في حاجه ينجم يتعلم منه، يشوف صغيره كيفاش يتصرف، صغير اخر كيفاش يتصرف، يتعلم منه حاجات اخرين. دونك لهنا فما مهارات باش يكتسبها صغير حتى من عمر عام ونص، خير 1000 مره من صغير قاعد في الدار، سورتو كان نزيد نعطيو معاه تلفزه والا تليفون. هل الاطفال اللي يمشيوا بكري للروضه ما نحبش نقول اذكى، اما اشطر في الدراسه من بعد ولا لا؟ شو تقول الدراسات؟ ما فماش الحقيقه علاقه 100%. فما صغار الحقيقه قعدوا حتى في الدار وكمان الانتيليجونس نتاعهم اللي نورمال. دخلت ولدي للروضه وحسيت كوالي انه الطفل نتاعي ماهوش قاعد يتكلم، ماهوش قاعد يتعلم في الكلام. لهنا سا ديبون من العمر. احنا باش نحاولوا نعطيو مثلا لي روبير نتاع الكلام كيفاش يصير، خاطر الروضه زاد يختلف من صغير لصغير، نجموا ندخلوا حتى من العامين ونص والا حتى في الكريش من قبل والا من بعد. دونك هو التطور اللغوي اون جينيرال راهو سي ان فينومين سبونتاني. وقتاش اول كلمه لازم ينطقها الطفل باش نقولوا هوني لاباس ولا مش لاباس؟ اول كلمه انا عام. الكلمه يعني كان باش نختصروا، مانيش باش نحكيو على ليتاب اللي قبل، الكلمه تقريبا في حدود العام. في حدود العام لازم يبدا صغير ينجم يقول كلمات صغار. من نوع؟ هيت، تاح، با، ما، 12 شهر. أي شوف، كيما في المشي ينجم صغير يمشي في ال9 شهور وفي ال10 شهور، وينجم صغير اخر يمشي في العام ونص، والزوز يبداو طبيعيين. راهو كيف كيف في الكلام فما صغيرات باش يكونوا بريكاس، فما صغيرات باش يوخروا شوي. اخر حاجه في العمر اللي نجم يتكلم فيها طفل وغادي نقولوا ناقوس الخطر شنو هو؟ اون جينيرال 3 ans لازم يكون جمله. 3 سنين لازم يكون الطفل قال جمله كامله. 3 سنين يقول لماما جا تعطيني حاجه هكا والكل، اللي كابابل دو سيكسبريمي يكون جمله كامله. معناها كان صغيرنا بعد 3 سنين مازال ما كونش جمله، مانيش نحكيو على كلمات، ما كونش جمله، فما اي لهنا الفو سالارمي سورتو. كاين فما حاجات اخرين، علامات اخرين مصاحبه، مثلا نديلو ما يتلفتليش، ما يتفاعلش معايا، ما يفهمش الاوامر، برا جيب سباتك يقعد يخزر لي والا يطفيني ويمشي. ما نقولوا احنا ما فماش العاب نتاع تقليد، مثلا ما يجيش مثلا كنقولوا امشط لي شعري ما يفهمنيش، كي مثلا صغير ما يشيرليش بالصبع، ما يورينيش ماما نحبك الحاجه، مثلا نقول له في 3 سنين وريني عينك خشمك، اون ديري ما سالتوش يمشي عليا والكل. دونك سورتو كي يبدا فما دوتر سيني الارمون 3 سنين راهو ناقص الخطر، معناها الفو سانكيتي، الفو. احنا توا نحكيو على حاجه بيان سبيسيفيك اللي هي التاخر في الكلام. مش نحكيو على الاوتيزم باش نفهموا العباد، راهو مش ولدك ما نطقش 3 ans معناها اللي اوتيست، سو ني با سا. توا باش نعلموه كيفاش يتكلم هكا ولا؟ ساعه كي نفهموا علاش صار له هكاك، اسكو فما اسباب؟ بيان سور فما اسباب للغوتار دو لانجاج اللي هو فما اسباب، وينجم يكون ما فماش سبب. فما زاد عائلات يبدا عندهم تاخر بسيط في النطق، فما صغيرات تلقى العم الخال ولاد العم ولاد الخال تكلموا مؤخر فيغ لاج 3 ans et demi، ومن بعد انطلقوا في قرايتهم وفي كلامهم يبداو معناها مريلين. دونك الكلام راهو تعلم الكلام سي ان فينومين ناتوريل، معناها صغير سبونتانيمون يتكلم. يتكلم فما شويه شروط بسيطه اللي احنا نتفاعلوا معاه ونتكلموا معاه ديجا. مثلا الصغيرات اللي يبداو لي بارون نتاعهم ما يتكلموش، معناها ما عند ربي مساكن ما يتكلموش والا حاجه، دونك لاحظنا برشا اللي الصغيرات هذوكم يسون ايبوستيمولي، دونك ما يحكي معاهم حد في الدار ويقعدوا ل 3 ans ولا ساعات ل 4 ans في الدار، دونك هذوكم ينجم يصير لهم غوتار دو لونجاج، خاطر هو الكلام باش يتعلموا عن طريقنا احنا سي اترافيغ نو. دونك يكفي فقط اللي احنا نتفاعلوا ونحكيوا مع صغيرنا، اللي احنا مثلا صغير يمشي ديريكت مدي دبوس الماء، ما نمشيش نصب له الكيس الماء فارغ، نقول له انت عطشان بابا تحب نصب لك الماء، هاو الكيس، هاو باش نحل الدبوزه، خذ اشرب ماء. من حاجات اللي لازمهم يتعاملوا سبونتانيمون، معناها لازمني نحكي مع صغيري، لازم نحكي مع صغيري ونحط الكلام على اللي صاير، حتى على الاحاسيس نتاعو. يبكي انت تبكي خاطر بابا خرج وخليك، تو يرجع بابا الكل، تحب تخرج انت تحب تحل الباب وتخرج، نحط له الكلام باش هو بشويه بشويه يستعمل ساعه من الاول يخزن لك الكلام ومن بعد يوظفه في بلاصتو. اسكو هوني لي ديسان انيمي الصور المتحركه يعاونوا الصغير؟
موضوع هي على الاخر الحقيقه حكايه التلفزه وحكايه الصور المتحركه. دونك هو الحقيقه الاختار نتاع التلفزه راهو اون جينيرال قبل ما يوصل صغيرنا يكون جمل. دونك طونك ما كونش جمله نورمالمون il vaut mieux يبعد على التلفزه جمله. هو في العالم الكل دراسات في العالم الكل صفر الشاشه قبل 3 سنين، زيرو اكران افون 3 ans. دونك اون جينيرال ما نحطوش. معناها الحكمه نتاع 3 سنين في حكايه لي زيكران هو انه مادام مازال ما كونش جمله وما كونش جمله مش ما نطقش ما كونش جمله ما نحطوش قدام التلفزه ولا ليكران. فوالا انا ضد شويه الحقيقه الديابوليزاسيون نتاع لي زيكران. نجم في اكسبسيونيلمون نحط ساعات مي يلزمني انا اول حاجه جو شوازي فاش قاعد يتفرج صغيري نختار ان كونتوني ادابتي اللي هو قصه حكايه ونقعد معاه ونحط الكلي. شفت بابا هاكا البنيه لبست هكا ومشيت وعملت جاتو لمامتها وعرضها معناها يلزمني جا كومباني مون انفون مي جامي افون 3 ans نخلي صغيري منه لليكران ونمشي. معني هذيك بالطبيعه ما ينجم كان يبخلوا هذه ابسط حاجه كي صار لك جوست روتار دو لونجاج مي هو ينجم يبدا يصير عنده برشا اضطرابات اخرين. لونفون تي دي اش دكتوره شنو هو لونفون تي دي اش؟ هو الحقيقه الكونسيبت هذا تحكي فيه برشا حكايه فرط الحركه وقله التركيز. دونك ساعات وقت نقولوا فرط حركه وقله تركيز ولا تروبل ديفيسيت دو لاتونسيون ايبر اكتيفيتي ديما الناس الكل مش في بالهم راهو لا صغيري ماهوش هيش. دونك ديما نخمموا كان في ليبر اكتيفيتي الوغ كو نوايو في الاضطراب هذايا ماهوش ليبر اكتيفيتي خاطر الاضطراب هذايا ينجم يكون سواء معاه فرط حركه والا من غير فرط حركه. دونك كنت تعطينا لي سين ساعه دان انفون تي دي اش باش نفهموا. داكا اوكي هو اون جينيرال نلقاو عنده 3 عائلات نتاع علامات. العلامه الاولى فرط الحركه. فرط الحركه ينجم يكون جوست انا قاعده ونلعب ناكل في ظوافري، قاعده ونلعب بستيلو، جو متوقتي على واحد نلعب معناها راهو ينجم تكون فرط الحركه بسيطه على الاخر والا يكون حتى يمشي تدريجيا بشوي بشوي حتى اللي صغير يقوم في القسم يشوش يعمل دي بيتيز اللي هو نقولوا عليها بالدارجه نتاعنا ياسر معروفه الكلمه يقول لك يعطل سير العمل سي ان انفون توربيلون اللي تعيط لك المعلمه تقول لك ولدك ما خلينيش نخدم والكل. دونك هذه ليبر اكتيفيتي. الحاجه الثانيه اللي هو سامحني ولدك ما خلانيش نخدم اما راهو خدمه الاستاذ ولا المربي ولا اللي هو باش يتلهي بالكا سبيسيالمون هذاك هكا ولا الحقيقه معناها هو هذا التيوريك. مي لو براتيك راهو ساعات كي يبدا توا صغير اثنين في القسم سا بو باسي مي ساعات تلقى المعلمه مثلا عندها كلاس شارجي وتلقى عندها 4 5 اللي هي باش تلقى باش يولي تركيزها مع الصغير هذاك باش يكون اكثر واللي هي طلب اكثر طاقه واكثر تركيز وما تنجمش تكمل الكور نتاعها. دونك ساعات يكونوا الحقيقه ساعات يكونوا صغيرات نوعا ما مقلقين. هذا ما يبررش اللي هي ما لازمش تتعامل معاه بالعكس مقلقين معناها ينجموا يكونوا مقلقين وعندنا الحق نقولوا عليهم مقلقين ولا لا؟ شوف انت لا لو تيرم معناها لو تيرم انا كطبيبه ما نجمش نقولوا ما عنديش الحق باش نقولوا مي نحكي ك براتيكمون في القسم مش مقلقين بركه. هي فما معلمين تقول لك يا انا يا صغير هذا في القسم كاريمون فهمت. دونك هي كي تلقاها يوترها. هو الفرق ما بين الطفل والكهل انه الطفل ما ينجمش يشوف العاقبه ما يعرفش شنو صاير. الكهل هو اللي يعرف وفهم شنو صاير وفهم السوجي. دونك يظهر لي العقل هنا يجي من الكهل ولا لا؟ وي بيان سور. هو الصغير تعرف اون جينيرال يقول لك اش عملت حتى شيء اللي ميم با كونسيون اللي هو عمل حاجه مقلقه. هو راهو اول حاجه لازمنا نفهموا اللي هو كي تحطلوش مسدس ما ينجمش يقعد عاقل. راهو سي بلو فور كو لوي. راهي التركيبه نتاع مخه هكاك معناها يلزمو يتحرك. معناها ما فما دي مامون تقول لي والله اني نبهت عليه ولا عطيته كادو كان تقعد عاقل اتو ما ينجمش. يلزمنا انا كمعلمه والا انا كولي نفهم اني عندي ان انفون هيبر اكتيف. فهمت. بخلاف ليبر اكتيفيتي فما لاكس الثاني اللي هما لي تروبل اتونسيونيل اسمهم فيه فرط حركه وقله تركيز. دونك مشاكل التركيز. دونك سواء ما ينجمش يبدا التاش من اولها تعطيه باش يكتب يتلهي يلعب سواء يقص عليها سواء ما تنجمش يعمل لك حاجتين فرد وقت ما ينقل من السبوره ويكتب والا يسمعك ويعمل حاجه اخرى ما ينجمش. دونك مشاكل التركيز اون جينيرال هما الاعمق وهما لاكس فيكس. معناها ينجم نقول انا صغير هذا عنده فرط حركه وقله تركيز جوست اون سو بازون على قله التركيز وعلى اللاكس الاخراني اللي باش نحكي عليه من غير ما يبدا عندي فرط حركه. اللاكس الاخراني هو الاندفاعيه. الاندفاعيه اش معناها؟ اون جينيرال نقولوا احنا ما عندوش لهوي وين يدور، ما يعملش كطون دو ريزونمون، في ساعه مثلا يقص علينا، في ساعه المعلمه مازال تسال وهو يتنطر ما عندوش الصبر، ما عندوش الصبر فوالا. مثلا نقولوا احنا رده الفعل نتاعو تكون قويه شوي، مثلا يتعارك هو خوف في الدار دوبا يمسوا ديريكتومون يضرب، يقول لك ولدي اغريسيف، هو اني با اغريسيف مي بعمره ما يظلم وبعمره ما فما اغريسيفيتي غراتويت، مي رده الفعل نتاعو ساعات تكون بروسك اكثر منها عنيفه، يعني حاجه ما تتوقعهاش. كذا
دونك الصغير اللي ما تغشش هو هذوما اون فيت سي دي بيرتورباسيون ايموسيونيل ينجموا يصاحبوا اضطراب فرط الحركه وقله التركيز، نلقاو عندهم نوع نتاع مزاجيه، نلقاوهم دي زونفون ساعات هكا نقولوا احنا صعاب، ساعات يعدي لك ايامات محليه ريكح والكل، وساعات يولي على اعصابه ويتوتر في ساعه والكل. يدخل فيها سا سو كومبليك قد ما نكثروا عليه احنا من نقد ريذ واركح ويزي والكل، دونك هو يحس روحه ماهوش مفهوم، يحس اللي العالم ضده، ما يفرقش بين انت متغشى على عملته ولا متغشى على شخصه، دونك يحس روحه مكروه. دونك انا كي نكثر عليك برشا من النقد في الاخر بالطبيعه نجم نوصل حتى الحالات نتاع اكتئاب والا نولي شيخ باش نرفزك كاريمون معناها، اللي هو اول كومبليكاسيون فرط الحركه وقله التركيز هو لو تروبل اوبوزيسيونيل افيك بروفوكاسيون، يعني نولي شيخ كيفاش نرفزك، جو بروفوك لوبوزيسيون تقول له جن يولي هو يديفلوب في نفس شخصيته، تولي شخصيته يحب يقلقك، تلمو انت نقدته يولي هو باش هو il se protège من الديبرسيون. انت كي باش تكثر عليه نهار شول انت صفر 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 كل شيء تعملوا ريف اركح يزي يزي في الاخر تعرفش كيفاش باش يولي نقولوا احنا يفا سو بروتيجي باش يولي صغير بالحق ساعات باش يولي صغير مقلق اللي حكينا عليها واحد باش يولي الفيتو باش يقلقنا باش يفدك باش يفددنا هكا لي بارون والكل. هذاك علاش مهم برشا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم كو سوا في المكتب والا في الدار. Est-ce que فما ان تيست بيان بريسي باش كونفيرمي لو دياغنوستيك؟ هو سؤالك باهي برشا خاطر التيست ما فماش. اوكي هو التشخيص كلينيكي، التشخيص يسباز على العلامات هذوما يلزمهم يكونوا في اكثر من مكان، معناها برشا نسمع مثلا تقول لي في الدار ولدي يعمل في العميل اما البرا راهو عاقل، هذايا صغير ما ينجمش يكون ايبر اكتيف، الصغير الايبر اكتيف راهو في البلايص الكل يبدا ايبر اكتيف، معناها صغير اللي ما يركزش، الصغير اللي يبدا حركي والكل راهو باش نشوفوه في اكثر من بلاصه في الدار وفي المكتب وفي الغاردوري باش يتشكيو لنا منه، وصغير ايبر اكتيف معناها نقولوا احنا تيبيك il passera pas inaperçu نفيقوا به، معناها مازال في العمر ما وصلش. قلت لي بكري على الطفل والكهل، الكهل حتى كيف فما راهو دي زادولت ايبر اكتيف مي بالعمر نقولوا احنا تولي عنده الساجيس نتاع il se contrôle، الصغير لا دونك باش تلقاه يميل اكثر للتوربولونس وللحركيه اكثر. اما قلنا ما فماش تيست، تشخيص كلينيكي كل تيست معناها لا تحاليل لا اي ار ام لا 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 لا, لا مش نقصد هكاك، نقصد كيما الكوي انتليكتويل كيما الكوي ايموسيونيل، اسكو فما ان تيست بيان سور باش هو الحقيقه احنا ما نستعملوش برشا، معني ساعات الاختبار الكلينيكي يكفي خاطر ليفالياسيون نتاع لي كاباسيتي انتليكتويل اختبار مكلف برشا معني في تونس مكلف برشا، دونك كي نجموا نقيموا معني كلينيكيا نجموا نبعثوا كيما ان كيستيونير للوالدين، كيستيونير للمعلمين الاكثر من معلم اللي قريوا فيه، وفي الكيستيونير هذاك ينجم بكسكار اللي نطلعوه نجم نقولوا اللي لهنا سي ان انفون بلوتو ايبر اكتيف. البيلون نوروبسي وقت اللي يبدا عندنا دوت، وقت اللي زاد يبداش عندنا ايبر اكتيفيتي، انا صغير عاقل جوست ما يركزش، لهنا ساعات يلفو ميو نعملوا اختبار نتاع قدرات ذهنيه باش نجموا نحددوا بالضبط اسكو جوست مشاكل نتاع تركيز والا راهو عندي تاخر ذهني ولا حاجات اخرين اللي تعمل لي مشاكل نتاع تركيز. باهي هوني اون ا كونفيرمي لو دياغنوستيك، سايي ولدي تي دي اش ماهيش مصيبه، ولدي شويه عنده الحركه فارته، عنده شويه يقولوا طفل مشوش في القسم، هذا يسميه المشوش، هو مش مشوش، هو ان بو تي دي ا شو نعمل؟ بعد ما عملنا تشخيص نحب نقول جوست راهو 90% من الصغيرات بعد ما نعملوا التشخيص راهو مش بشرط هي يلزمهم يعملوا ان ثيرابي ولا يلزمهم ياخذوا دواء ولا حاجه، او نفهموهم دونك الحقيقه نخدموا برشا على لي بارون، فهمت اللي اون جينيرال راهي لا بلانت ساعات الاكثر تجي من لي بارون حتى قبل من المكتب، تقول لك هبلني ما نجمش جاريف بلو ا لو جيري والكل. دونك ساعات اول حاجه نثبتوا فماش الام عندها اكتئاب ولا حاجه خاطر سا كومبليك اكثر لي شوز، الام اللي تبدا سيتادير دكتورتي سيتادير دكتور هما صغيرات هذوما قلنا صغيرات معناها يتعبوا، فهمت؟ دونك ساعات توصل الام ال سيبويس معناها فما مرهقه ذهنيا وهي ريف اركح اخدم تعطيه باش يقرا يضرب 4 سوايع خاطر هو يجبد يقرا ستر ومن بعد يظهر له باش يمشي يشرب ويظهر له ساعتها جيعان ويظهر له يحب واحد، دونك تلقاها تقول لك الريق يشيح باش نوصل للقريب والكل، دونك ساعات نلقاو الام بخلاف اللي هو يتعبها هي بيدا تبدا عندها مثلا اكتئاب ولا بويزمون من الخدمه ولا من حياتها الزوجيه والا حاجه، اساسا كومبليك برشا الوضعيه نتاع صغير ايبر اكتيف في الدار، خاطر باش تلقاها ياسر تمشي للاغريسيفيتي، ياسر تعيط، ياسر الكريتيك، ما عندهاش الصبر، ديما متقلقه منه وهو باش يحس هاك النفور نتاعها والكل وباش يمشي سي ان سيركل صحيح باش يوليو في ان سيركل فيسيو. ساعات ليتاب الاولانيه اللي نبداو بها اللي احنا نخدموا على الانفيرونمون فاميليال، نثبتوا فماش عباد عندها اضطرابات نفسيه في الدار لي بارون واحد من لي بارون والا زوز نداويهم كان لازم وانا نبعثوهم للدي بسيكياتر بور لي تريتي باش نجموا. معناها الدكتوره قاعده تقول لي فما دي مير جاوك على اولادهم في الاخر انت تداوي في الام مش فما هو
اغلبيه الوقت اغلبيه الوقت اوكي شوف راهو اون جينيرال لي مامون معني elles sont très sensibles معناها كي بالشارج اللي عندنا معناها احنا في تونس ساعات تلقاها الام الفيتو مع تلقى عندها ان انفون ايبر اكتيف راهو سي تري ايبويزون قداش من صغير لو فيت دو تريتي لا مامون وهي لونفيرونمون فاميليال يولي اهدى ما عادش يولي التوتر ما عادش تخزر له المصيبه في الدار تفهم اللي عندها ان انفون جينيال ذكي باهي مي ربي خلقه هكاك ايبر اكتيف دونك هي كي تهدى هذاك يعاوننا برشا برشا صغير ساعات يل سو كالم معاه لي صغار ديما نقولوا لهم راهو سي دي زيبونج ايموسيون معناها كيك سبونتكس المعصوره محطوط على قلبك ما فماش ما نظهرلوش وما نبينلوش كاين انت متنرفزه ومتقلقه والكل راهو هو il va sentir ça ماهوش باش يحس بالامان معاك وباش يولي متقلق معاك معناها تقول لك عمل عليا بالعاني اليوم اما لا هو ما عملش عليك بالعاني انت اليوم متقلقه هذاك علاش هو ليتا نتاعو خيب دونك برشا حالات نسميو احنا لونفون سامبتوم دو سامير ساعات كي تداوي الام معناها هي تجيك على ولدها مي تلقاها هي بيدها اللي تلقاها ديبريمي ولا حاجه ساعات لوغسكون تريت لا مامون ونخدموا معاها والكل ونفسروا لها الاضطراب نتاع ولدها راهو في نسبه كبيره ساسابيس من غير ما نستحقوا باش نعملوا علاجات كبيره للصغير هو نرجعوا هو ماهوش مرض هو اضطراب نمائي نمائي معناها مربوط شويه بنمو المخ معناها كي ينضج النمو نتاع المخ فيغ لادوليسونس والكلها راهو بقدر معناها اغلب الوضعيات معناها ما واحد وقدره ربي لاباس اون فوا عملنا لو دياغنوستيك فهمنا شنو هو الوضع فسرنا للام وساعات عالجنا الام دونك سي اون سوليسيون جينيرال كيما قلت لي انت دون لونفيرونمون في اللي داير به الكل في اسرته فهمته في اللي نداويو في العائله زاد باش نداويو الصغير ساعات باغ كونتر دكتوره حتى كان يبدا الطفل في بيئه بوزيتيف وعنده معناها اكيليبري ومنبوه لاباس وكل مي مع الاسف تجيك تقول لك ولدي يمشي للتواليت في النهار اما في الليل تصير لي كوارث صغيره باهي لهنا باش نحكيو على التبول اللا ارادي عند الصغير شوف التبول اللا ارادي عند الطفل لازمنا نفرق بين حاجتين الحاجه الاولى اسكو من اول صغير يقعد يعمل بيبي على روحه والا لا نضاف قعد عام عامين مريقل ومن بعد رجع يعمل بيبي فما فرق كبير برشا اوكي باهي برشا يجيونا للكونسلتاسيون تقول لك لا ولدي 6 سنين وامور نفسيه والتو ما حاب ينضاف راهو اون جينيرال التبول اللا ارادي الاولي عضوي مش معناها راهو فما مشكله عضويه يعني ساعات نعملوا ديزيكسبلوراسيون نعملوا ليكو نعملوا تحاليل وما نلقاو حتى شيء دونك عضوي معناها جوست بروبليم دو ماتوراسيون معناها ما فماش نضج كافي باش شكاره البوله كي تتعبى في الليل المخ يفيق بك السينيال هذاك فما صغيرات ساعات يبدا نومهم ثقيل تو سامبلومون اللي هو مازال ما اكتسبش اكل نقولوا احنا اكل حكمه نتاع يفيق بها البيبي شكاره البوله كي تعبيت ويقوم في الليل دونك لهنا راهو عضوي اون جينيرال زاده فاميليال نلقاو حالات وراثيه برشا تلقى تقول لك بوه عمو خالو يبداو حالات كيما هكي احنا اون جينيرال نسالوا نقولوا لهم مثلا اللي في الفامي فنعملوا النظافه اون جينيرال راهو 90% فيغ لادوليسونس باهي فما مش اطفال معناها انت قاعده تقولي فما اللي يقعد حتى اوكي دونك كيما نرجعوا كيما تعلم الكلام كيما تعلم المشي التعلم نتاع التحكم في الاسفنكتر راهو حاجه جايينها ناتوريلمون تبقينا فما صغيرات بالحق يبدا الماتوريتي النضج نتاع الجهاز البولي يبدا مازال ضعيف شوي ما يفيقش بروحه فهمت وهذاك نصبروا عليه اون جينيرال نصبروا عليه فيغ لادوليسونس نقولوا راهو ريان دو غراف مش لازم معناها نقولوا احنا نقيموا قيمه على خاطر الحكايه هذيك راهو جوست نفهم اللي صغير اول حاجه مش يعمل فيها بالبونتوفيه خاطر يفو دو كولبابيليزي لونفون ما عندوش فيها لا يد لا ساق معناها الحكايه هذه ما نخافوش نقولوا راه فما مشاكل معناها كي نقولوا عضوي معناها راهي فما قربله باش تتحل والا راه فما عمليات والا حاجه راهو جوست حكايه وقت ماتوريتي فنعرف برشا اللي في الادوليسونس اللي كيما الجهاز الذهني يكتمل فما حتى الجهاز البدني برشا حاجات تتحسن برشا في الادوليسونس فما وضعيات كي يبدا معاها علامات مصاحبه تبول في النهار ما يشدش البوله حاجه كيما هكا حتى كان نقولوا احنا كان في الليل معناها معناها عندنا البيبي في الليل ساعات نفضلوا اون اكسبلور كي يبدا فما علامات مصاحبه كي يبدا ما عنديش برشا شكون في العيله والكل ساعات اون اكسبلور زاده باش نثبتوا نصبروا عليهم احنا الادوليسونس مي الحقيقه ساعات تبدا مقلقه قبل مثلا نعرفش انا بري ادوليسون 9 10 سنين يعمل بيبي على روحه اصحابه ولا خويته يتنمروا عليه في الدار ام وبوه مش فاهمينه ينجم يدخل اصلا في اكتئاب وينجم يتقلق اكثر دونك في الوضعيات هذوما فما دويات نعطيوها احنا معناها نقولوا احنا بوغ اليجي شويه البريسيون على الصغير وعلى الفامي نتاعو لين يكتمل النضج نتاعو فيغ لادوليسونس والا اكثر دونك هذا التبول اللا ارادي الاولي الثانوي هو شنو هو صغير سيء نضاف نحينا له الكوش اموره مريقله والكل
ما عادش يبول على روحه، قعد اكثر من عام ما يعملش بيبي على روحه، ولسبب او لاخر اون جينيرال الاسباب تلقاها ايدونتيفي، مثلا بو امو طلقوا، مثلا صارت له ضربه امه على الماء، حاجه كيما هكا مشى يعمل بيبي على روحه. هذا يتبول لا ارادي نفسي، وهذا ما يتعالجش بالدويات. اون جينيرال نعملوا حصص نتاع علاج نفسي مع الطفل، والحقيقه اون جينيرال ليفولوسيون الي فافورابل، معناها يعني صغير ينضاف وتنحى ورجع يبول على روحه، بربي ما نخليوش سنين هكاك يلتخان وزاد نوليو في دي كومبليكاسيون نتاع اكتئاب ونتاع تقلقات نفسيه، والا نبداو نضربوا فيه والا حاجه. الوغ هو الحل ينجم يكون ساهل على الاخر، حتى لي سيونس ماهوش برشا اون جينيرال، معناها اون جينيرال فيسا نلقاو ريزولتا باهي معاهم الصغيرات هذوك. الحكايات هذوما دكتوره اما خير يتلهي بهم الام ولا البو؟ هو سؤال وجيه، مي اون جينيرال الحقيقه شوف، انا ما نفرقش بين الام والبو في تربيه الصغار، وما يلزمهمش فما فرق بيناتهم، هما يكملوا بعضهم، فما حاجات باش تعملهم الام وفما حاجات باش يعملهم البو. بالنسبه مثلا حكايه لوتونومي سبانكتيريان والا حاجه، ما نشوفش علاش الحقيقه يلزم واحد فيهم بالذات هو اللي يتعامل. احنا وقت اللي نفسر لصغيري ديجا نقول له بابا راهو مش منك انت والكل، هاتو تتنحى الحكايه، ونظهر انا كولي بو والام اللي انا متفهم، واللي احنا ما يسيلش. شوف نجموا راهو نعاونوا بعضنا، اجا مثلا نحاولوا من العشيه ما عادش نشربوا برشا ماء، انا بابا تو نفيقك، كي صارت سي با غراف، جوست بابا انت زاده باش تتحمل المسؤوليه، مثلا اغسل حوايجك والا حاجه نعاونوا ماما شوي، ونكونوا زوز فرد كلمه. شوف ما احسنش في تربيه الصغار من البو والام فرد كلمه على كل شيء. هل صحي انه الطفل يحب اكثر امه ولا يحب اكثر ابوه؟ هو شوف الصحي اللي هو يحبهم كيف كيف. دونك كان يحب واحد اكثر منهم ماهوش صحي. سي با غراف بالعكس، معناها سي با غراف، معناها ساعات تجيني ام تقول لي لا ولد بوه ولا سي با غراف، معناها اعطينا احنا شنو ما يحبنيش انا اكثر على خاطر جوست انا مثلا جو سوي تري بيرميسيف معاه. مثلا ساعات تلقى صغير يميل برشا لبوه خاطر بوه ما يقولوش ليه جمله، فهمت؟ اللي يحب اللي تطلب نجيب لك واحد، وتلقى الام تحب تحط دي لي. اي ميساج صافي ليكيليبر انتر الام والبو، وقتها ما فماش مشكله في التربيه ولا سي فما مشكله، فما مشكله. شوف الحدود ما نجمش انا نقول لا والاخر يقول ايه، هي اسمها حدود، يلزمنا فيها فرد كلمه، معناها اللي تقول عليه ماما لا يلزم عليه بابا زاد يقول لا، كيف كيف، معناها يلزمنا نبداو متفاهمين. كاين واحد يقول ايه واحد يقول لا، نحط روحنا في بلاصتك الصغير شنو تحبوا يتعلم، هو نقولوا منا يولي كي البيك بونغ باش يولي لوج على شكون يرخص عليه اكثر، شكون باش يمشي معاه وشكون باش يسيسوا اكثر. وكاش نلقاو واحد ديما يسيس وواحد ديما كابس، بالطبيعه هذيا اللي الوضعيات اللي نشوفوا فيها يقول لك لا نحب بابا ولا نحب ماما، هو يحبهم الزوز مي على خاطر هذاك يسيس فيه اكثر والا ماشي معاه اكثر. احنا ديما جمله نقولها الحقيقه في الكونسلتاسيون نقول لهم هيبوا على بعضكم، معني كي ماما تقول كلمه هو يقولوا لا ماما قالت اكا هاو، كي بابا يقول كلمه ما يسالش انت يقولوا نسمعوا كلام بابا، ما نكسروش كلام بعضنا لهنا ديما، خاطر احنا مصلحتنا شنو؟ مصلحتنا وحدك الصغير زاد لازم يتعلم الحدود، كي تبدا حاجه غلطه غلطه، ما فماش واحد يقول له غلطه واحد يقول له صحيح. Merci beaucoup, docteur Afef Mansouri, pédopsychiatre. Merci beaucoup. Allez, merci. الدكتور طيب غضباني مرحبا بك، غنية عن التعريف بسيكياتر. السيد سامي عاشور دكتور مهندس في البرمجيات. مرحبا بك. عايش. بربي قبل ما نبداو نحكيو هات نوريو للساده المشاهدين ساعه الانتيليجنس ارتيفيسيال ماتيريالمون هي شنو؟ هي سي دي سي سونتر هذوما. سي عاشور فسر لي في البيوت هذوما شنو نلقاو؟ اسكو اون تروف دو لانفورماسيون دو لا كونيسونس، شنو فيهم؟ شكون صب فيهم لي زانفورماسيون؟ شنو فيهم؟ هذوما سي دي اورديناتور تري بويسون. اوكي. عندهم اون غراند بويسونس دو كالكول. اوكي. يحسبوا. حاسوب هذاك على يحسب حاسوب ويل ريزون. ويفكر. يفكر اما يفكر تفكيره لو سيستم تاع تفكيره باش يربط الخيوط مع بعضها. اوكي. فهمني؟ تبدا برشا بوكو دانفورماسيون وهو يربط الحكايه مع بعضها. هو لو سيركوي دو ريفليكسيون قصير، مش كيما الانسان، انت تقول اللي باش يخمم انسان ولا طبيب 4 جمعات باش يربط هذه مع هذه مع هذه، هو السيركوي نتاع التفكير نتاعو اقصر واسرع. صحيح. هذا هو. باهي. اما لانفورماسيون اللي تحطت غاديكا شكون حطها؟ حطها لومان. لومان. اكزاكتومون. دونك حط لومان، ولومان حط دي انفورماسيون دي كونيسونس، شنو حط دي دوني. دي دوني. دي دوني اي دي كونيسونس لي دو. حط حاجتين، حط معلومات وحط ومعرفه. مثلا الميدسان سي كان عندك المشكله هذه والمشكله هذه والمشكله هذه، دونك
هي الحل باهي. هاو دياغنوستيك. هو حاجه تربط حاجه اخرى وحاجه تربط حاجه اخرى. وعندهم هذوما سي زورديناتور عندهم كاباسيتي دو ريزونمون يقول لك مثلا 1 مليون دو رègles à la seconde. L'être humain ne peut pas raisonner même pas plus de 5 règles à la seconde. Donc هذاك هو فين. وعندك ce qu'on appelle machine learning. هذا علاش انا قلت للدكتور غضبان كان تسمح لي باش نرجع له، قلت له دكتور اللي الذكاء الاصطناعي حاجه ما تتعبش، معناها انت كي باش تخدم مع انسان وتجي تحسب تقول يا ترى نخدم خير مع شخص كائن حي والا مع ماكينه، كي تخمم تقول كي نخدم مع الماكينه كيلكو با خير على خاطر الماكينه ما تتعبش، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الماكينه ما تتغشش، معناها كان انت تغلط ولا تسالها فرد سؤال برشا مرات ولا تبدل رايك وتعاود تسالها، الماكينه ما تتغشش. دونك سي ليجيتيم انه الانسان يخاف على الخدمه نتاع العباد، يقول لك احنا كلنا باش نتبدلوا بلا ماشين ان جور او لوتر، انت تقول لي لا؟ لا، معناتها انه الماكينه ما تتعبش وما تغشش حاجه باهيه اما غير كافيه باش تحل لنا المشكله. عاوش نعطيك فاش الماكينه باهيه مثلا عطاها سامي. لا قلت غير كافيه، فاش ماهيش معناتها خاطر هي الماكينه ما تعملش الشيء اللي يعمله الطبيب كشخص مع المريض نتاعو، الماكينه تنجم تعمل حاجه دقيقه بدقه بسرعه اللي الطبيب ما ينجمش يعملها، اما الطبيب ما يعملش كان هذاك، يعمل برشا حاجات اخرين. دقيقه دكتوري، وهنا اون فا بارلي اونيتمون باش نحاولوا نحكيو بصراحه وبدقه. ديرنيامون فما بحوث اثبتت انه الطبيب مع الاي اي حاجه قويه، اما الاي اي وحدها اقوى على خاطر ليغور لا مارج ديغور اقل. يعني كي يحطوا ان دياغنوستيك للماشين تطلع هي الريزولتا في اقل وقت وبدقه خير برشا. خير برشا من طبيب، جايه من طبيب. اي اما غير كافي. دونك انت مثال. علاش تقول لي اليوم اللي الاي اي خاصه في مجال الطب غير كافيه في الدياغنوستيك؟ الدياغنوستيك في بعض الميادين مش الكل. نعطيك مثال في دونك دكتوري هوني ديجا قلنا صراحه اللي فما ميادين اللي الانتيليجنس ارتيفيسيال خير برشا. فاش مثلا ناخذوا الراديولوجي. الراديولوجي مثلا الطبيب كي يبدا استاذ كبير وعنده معلومات وخبره، نقولوا احنا شاف مثلا شاف مليون اي ار ام تصاور بتاع الرنين مغناطيسي، مليون. كيف يغزر الصوره باش يبدا عنده خبره اكثر من يدوبها تخلي يتعلم. اما كي نقارنوه بالماكينه اللي مخزنه 10 مليار دوات تصاور، الدقه نتاع الماكينه خير برشا من الاستاذ القوي برشا، خاطر هي عندها مجموعه نتاع تجارب نتاع برشا اساتذه في العالم الكل، مخزنه الرناه الخزان نتاع المعلومات عندها مش مليون تصويره في راسها، 10 مليار دوات ولا 100 مليار تصويره، معناتها باش هي تعطيك بدقه عندها المعلومات والخبره، نقولوا احنا سوبر بروفيسور باش يعطيك الدياغنوستيك. هذا في ميدان الدياغنوستيك. ناخذ مثال اخر، مثلا ناخذ العينات نتاع الكونسير حاشاك، معناتها الصور نتاع اللي راهم في اللام كي ياخذوا بريليفمون باش يتفرجوا فيه بالميكروسكوب، الماكينه عندها تجارب نتاع مليارات حالات كي تغزر تعرف كونسير ولا مش كونسير. احنا كي يجي الانسان الطبيب اللي باش يغزر للام في الميكروسكوب يلزم عنده خبره كبيره باش يفرق بين خليه فيها سرطان ولا خليه ما فيهاش، الماكينه تعرف خير منه بسرعه اكثر منه، هذا متفاهمين فيه. نجيو بعد التشخيص غير كافي، مش هذيك العمليه الوحيده اللي يقوم بها الطبيب. الطبيب يقوم بالعمليه نتاع التشخيص بالتصويره، ويقوم بالعمليه نتاع يربط برشا مع معطيات باش يعرف يلزم تصاور ولا يلزم عمليه ولا يلزم راديولوجي ولا يلزم راديوثيرابي، ولا هو ملم بالمواضيع برشا. يظهر لي الحاجه الوحيده اللي مازالت ما تعملهاش بالحق الماكينه هي سي لا شيروجي بلوتو، معناها انا تعاون اما يمكنش الانسان ماهوش الاز اسي باش يمشي يمد نفسه ولا جسده الى الماكينه مازال. قبل كل شيء فما علاقه انسانيه بين الطبيب والمريض، الماكينه ما تنجمش تعملها العلاقه الانسانيه ذيك. المريض كي يمشي حاجته بالدياغنوستيك وحاجته بالتريتمون، اما حاجته جاده بانسان يفهمه ويحس به ويشارك ويقف معاه. الماكينه لا تقف معك لا تقعد معك، معناتها تعطيك دياغنوستيك وتقول لك برا. هذه الماكينه. حتى الطبيب ساعات سامحني دكتوري، حتى الطبيب ساعات يقول لك معناها هاي لوردونونس نتاعك وبسلامه. مش هكا فما سويفي، فما
خلينا نكمل لك الفوائد نتاع مثلا سمينا الراديولوجي، سمينا لانابات معناتها الميكروسكوب والخلايا نتاع، نجموا نسميه درماتولوجي. اذا انا واحد عنده نكته كحله ما نعرفهاش كونسير ولا لا، يلزم درماتولوج وصنايعي. هي عندها الخبره نتاع الدرماتولوج والصنايعي نتاع العالم الكل، محطوطين مخزنين المعلومات. دونك حاجه باهيه ياسر هذه. الادويه، اكتشافات الادويه في عود نقعدوا سنوات واحنا نجربوا ونشوفوا الدواء هذا مشى ما مشاش، نقتصروا الوقت في اختراع واستنباط دوايات جدد ولا دوايات قدم اش نجموا نعملوا بهم. الماكينه توفرهم لنا في وقت اسرع، تربحنا السنوات. وفما سكون ابيل لا ميديسين بيرسوناليزي، معناتها مشخصنا العلاج مشخصا. اش معناتها؟ ثم ناس تتجاوب مع الدواء الفلاني وفما ناس تتجاوبش مع الدواء هذاك. الماكينه تعرف ولا تدرس لي جين نتاع الانسان باش تقول للطبيب اسمع مش لازم نجرب 10 دوايات هذوما، هاو الدواء اللي يمشي معاه بطريقه دقيقه ومشخصه. هذه الماكينه تعاونك عليه. اذا انا حاجتي بالدواء الباهي للمريض هذايا في الحاله هذيك بالذات، الماكينه مش تدرس له الجينوم نتاعو، معناتها لي جين نتاعو الجينات نتاعو الكل تدرسهم وتخرج لي بالضبط انا هو الدواء اللي يمشي معاه. هذه حاجه اللي الطبيب وحده ما ينجمش يعرفها، دونك يستعان بها. شنو الحاجات اللي نجموا نطلبوا منهم الماكينه؟ شنو لي زاكسيون كون بو دوموندي على ماشين؟ برافو، سي اون تري بون كيسيون. دونك ثما حاجتين دو فاسون جينيرال. ثما سكون ابل لوتو ابرونتيساج. باش كيفاش نقولوها بالعربي سامحني؟ اللي هي تتعلم وحدها. تتعلم وحدها. معناها الماكينه وصلت تتعلم وحدها. ولا تعلم نفسها. بالارقام. افيك دي دوني. يجي الانجينيور يصب لها توت ان هيستوريك تاع هذوما لي دوني، ويقول الماكينه يقول له شفت هذا الفاريابل هذايا فهمني، نحبك فو مو ديفلوبي ان موديل بازي سور توت سي فاريابل. مثلا واحد عنده مشكله مثلا في مخه، بسيكاتري بو دوني يجب يعطينا ان اكزامبل براتيك، وتطلع المشكله جايه عنده في مصارنه اللي يوصل المشكله كلها للمخ ويولي بيرتوربي في مخه. دونك معناها البريديكسيون نتاعها هي اقوى، زاد تحب تقول لي اللي هي باش تربط المعلومات هذوما الكل من المشكل اللي في المخ، تعرف الماكينه اللي لو سيركوي اللي وين باش يوصل لها. هذا ليدونتيفيكاسيون دو لا كوز بروميير. دو لا كوز بروميير. بالعكس معناها شنو اللي كان سبب نتاع هذا الكل. تقول لك امشي بالتوالي راهو ينجم يكون الحاجه هذيك. اكزاكتومون. دونك الماكينه اليوم اوتو ابرونتيساج، تنجم تتعلم من نفسها. اي. وتنجم زاد تمشي بالتوالي للي كوز الاولانيين. اكزاكتومون، بازي سور ليكسبرتيز هيومان. Donc la combinaison de l'expertise humaine plus les algorithmes de l'auto-apprentissage te donne une application hyper puissante. Ou c'est ce que ça permet, ça marche comme la Bien sûr. Ça vous permet de monter en puissance ce qu'on appelle en métaconnaissance. Une analogie, c'est maintenant on va dire la loi de la pesanteur. Donc بناو عليها برشا حاجات. منهم وصلوا حتى يبنيوا الطيارات. تو هو l'ingénieur مش كل مرة يعمل مشروع يقول له أخلق لي لوا de la pesanteur. Oui. Donc, ce qui est très fort في l'intelligence artificielle, vous allez banaliser la couche connaissance et vous montez en puissance, vous allez développer des métaconnaissances. Donc, en fin de compte, le diagnostic des médecins il est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinent. Donc, احنا عندنا لهنا الماكينة ولات تعرف تعلم نفسها. وعندنا بوكو دو كونيسونس، عندنا لا كونيسونس وعندنا الماكينه اللي ولات تعرف تعلم نفسها. منهم الزوز نبع ما يسمى لا ميتا كونيسونس، معناها المعرفه العظمى. ولات الماكينه تخرج في اون ميتا كونيسونس. هذا هو صحيح. باهي. دونك تحل مشاكل كبار برشا، حتى باهي الاقتصاد خاطر الناس الكل تولي تقدم في العلم فهمني، وتولي هذاك المعرفه البازيك فهمني vous la banalisez et vous montez en puissance. تولي تطلع تولي عندك تخمم حاجات كي يعديوا لو نيفو كلاسيك نتاع المعرفه، معناتها تتعمق اكثر في العلم. دكتور غضبان، كيفاش تحبنا بعد نسمعوا هذايا الكل ما نخوفوش من التفوق لماشيين على الانسان؟ ما نخافوش، انا قلت لك نخاف كان من لا فونكسيون اكزيكوتيف تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال، وقت اللي نوليو نخولوا لها باش تاخذ قرارات في عود الانسان، وقتها تولي تخوف. نجموا نعطيو مثال. قل لي. مثلا تجيو في ميدان الحروبات والجيش، الماكينه يقولوا لها
اقعد انت تتفرج فك الزون هذيك وين ثم خطر اعلمني. هذه حاجه تعطيك وتنجم تقيم الخطر وشكون تعدى شكون شق شكون مسلح وشنو نوع السلاح. وقتاش تولي تخوف، وقتاش تقول لها كيف تراك المشهد هذاك اضرب بالنار. تولي الماكينه تاخذ القرار باش تضرب بالنار. في غزه صاروا كيف هكايا وقتلوا برشا عباد، ماكينه قاعده تعطي في الاوامر نتاع الضرب. ولكن شكون برمجها الماكينه وشكون خول لها باش تولي تضرب؟ الانسان. اما وقت اللي نخولوا لها باش هي تاخذ قرار وقت تولي مخطره. معناتها الانسان يولي غير مسؤول بما انه اعطاها هي الفرصه باش تنجم تضرب. كيما تو لي نوفو بوليسي في المطارات نتاع سنغافوره ونتاع اليابان ينجم يوقفك روبو يطلب منك اوراقك ويدخل في الداتا باش يعرف انت شكونك ومنين جيت وتكون خطر ولا لا. وقتاش يولي خطر؟ اللي ينجم هو وقتها ياخذ قرار باش يضربك ويجبد عليك النار. اسكو هو عنده البوسيبيليتي باش ياخذ القرار ولا لا؟ شكون يعمر ويبرمجه؟ الانسان. يا ترى يقول له انت حدك شوف لي المعلومات واقف غادي، ولا يقولوا لا اذا انت شكيت فيه اضرب. القرار ليكزيكسيون اللي هي فونكسيون تري ديليكات وفيها نقاش كبير الى اي مدى نخليو الماكينه تاخذ قرار ولا اكزيكوت القرار هذاك. يظهر لي لهنا باش نفسروا للساده المشاهدين، وزيت سبيسياليست انك تلقى كيفاش حلول للمؤسسات الكبرى انها الماكسيميز لو بوتنسيال دو لا سوسيتي بالانتيليجنس ارتيفيسيال. اوكي سي اكزاكتومون سا. كيفاش يصير هذا ريالمون؟ هو كيفاش يصير؟ تجي تدخل الشركه ثم ان ميتي كو سابيل لو كونيتيسيان. لو كونيتيسيان هو اللي ياخذ العلم يلمد العلم. الكونيتيسيان تحكي لي على شخص، على شخص انسان. اوكي انسان هو يجمع الخبره من عند لي بيرسون لي بلوز اكسبيرمونتي اللي عندهم، من عند الناس اللي عندهم اكثر خبره. ويخلق برنامج ويشد هيك البرنامج، يشد الهيستوريك نتاع المعمل هذاك معناتها على 3 سنين 4 سنين ويعمل فاليداسيون. علاش يقول سي دكتور طيب غضبان اللي ما يلزمكش تخلي ماكينه تاخذ قرارات؟ خاطر تجم تغلط، كان تعمل غلطه في البروغراماسيون، خاطر في الاخر هو سي لتر هيومان، العبد الشخص هو يبروغرام الماكينه. دونك ثم اون فاز دو فاليداسيون قبل ما تحط لابليكاسيون اون اكسيون كما يقول الدكتور هنا. دونك وتتفقد كل شيء. اسكو وصلنا في بلايص، في معامل، في ادارات انه الماكينه تاخذ القرارات؟ اي ثم وصلنا. أوكي. موجوده. اوكي. اما انت ولا فيلوزوفي والفلسفه نتاع الشركه أوكي. اللي تخدم معها. اما شنو هو ثم يقول لك سامحني نحب نقول حاجه اللي انت ما وصلتهاش. ثم انا حسيت ثم خوف من كلامك من الانتيجنس ارتيفيسيال ومع الدكتور. انا خايفه على انه اولا لادابتاسيون. حبيت نسال دكتور غضبان دايوغ اللي العبد ما عادش لاقي الوقت والقوه والجهد والمعرفه انه الى معناها خالط على الاشياء الجديده هذيا، يحس روحه ان بو ديباسي. الحاجه الاولى العبد اللي ما تولدش يمكن في الالفينات لي زاني 2000 يمكن هما توا حاجه تو افي نورمال، اما اللي تولدوا من بعد كل يحسوا روحهم ضايعين شويه بارابور ا تو سكي سباس ان بو ديباسي. فما سو سونتيمون لا اللي حبيت نحكي فيه. وحاجه اخرى معناها هذاك التخوف هذاك، فما تخوف حقيقي انه اليوم ونشوفوا فيه وانت قلت لي اي اللي الماكينات تنجم تاخذ برشا بلاصه في الخدمه، يعني يوغا دو موان ان موان دامبايي. الحقيقه هذاك اللي حبيت نجاوب عليه. عرفتك باش تسال السؤال هذا. شو عندك مثلا قبل في لي زاني 50 خلقوا سو كون ابل لا ماشين ا لافي. وي فهمني؟ دونك قبل كيس كي سباس يقولوا لا سوسيتي مونديل معناتها اللي ساكنين في العاصمات الكبار كيما نيويورك مثلا ولاو المراه والراجل يخدموا، ولات المراه والراجل يخدموا. المراه اش تعمل على بوب؟ قبل ما تمشي خدمه تلوح الصابون نتاعها في اون لافري، وبعد وقت ترجع من الخدمه تعدى على لافري وتهزها، واللافري هذاك كل ما يغسلوا باليدين. باهي بعد جات الفركه باش يعملوا ماشينه لافي. باهي الناس الكل خاف تقول هذوما كل ماشي يضيعوا الخدم نتاعهم هكا ولا لا؟ نورمال تعمل ماكينه تعدك ناس تغسل، الماكينه اللي تعدي تحب لها 5 من الناس تغسلوا في ساعه وكا. دونك مش نحي خدم. اما شنو كيسكي سي باسي؟ الماكينات ولاو عملنا معامل تاع ماكينات، والمعامل هذوكم خدموا
دي تكنيسيان في الميكانيك في الالكتريسيتي وبناو معامل ولاو الناس تغسل الدوشه اكثر. هو en vérité l'intelligence artificielle ماهياش elle ne va pas remplacer, c'est vrai qu'elle va réduire certains postes. Voilà. Mais les postes qu'elle va réduire, ce sont des postes avec un travail plutôt répétitif, féminin, avec des connaissances de base. Féminin. Tawa, avec ce qui se passe, on passe par une phase qu'on appelle de transformation économique. Donc c'est différent. دكتور غضبان، كيفاش تفسر تعلق الإنسان بتشات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي انه ولينا نحبوا نحكيوا مع الماكينه؟ هي الماكينه تعلم البخل، والانسان ديما يميل للحاجه اللي هي ارتح واسهل للبخل. الماكينه تعلم البخل الى درجه انه ولا ما عادش يحلل المعلومات اللي تعطيهم له الماكينه. سامحني، حبيت نزيد نجاوبك على السؤال نتاعك. في الحقيقه ثم الذكاء الصناعي للعامه وثم ذكاء صناعي اختصاصي للصناعه للطب الحاجات هذوما. في الحقيقه فهمني في تونس اللي لاحظتوه مازالوا يستعملوا الذكاء الصناعي للعامه. مثلا نقولوا لاندستري الصناعه، الذكاء الصناعي اللي لازم يخليك ما تعملش اكسيدون، حادثه، حاجه تحرقت، ماكينه تفلقت، حاجات هذوكم مازالوا ما يستعملوش فيهم، مازالوا ما يعملوش فيهم. Dans des métiers bien ciblés, bien définis, معناتها عنده un apport économique ياسر. Qu'on n'est pas en train d'optimiser. Pas encore, d'utiliser, d'appliquer plutôt. دكتور غضبان، قلت الانسان كسول بطبعه، معناه يحب الحاجه السهله، يمشي لتشات جي بي تي باش تعطيه الاجوبه بسهوله تامه. اما انا هون يظهر لي ظلمت شويه مستعملي الذكاء الاصطناعي، على خاطر ساعات هما يبداو يلوجوا على اجوبه دقيقه، ساعات يحبوا على تفاسير ما يلقاوهاش عند العباد، وساعات نوليو ادكتد، معناها كل خطوه تقوم بها في حياتك تمشي تسال الذكاء الاصطناعي شنو يخمم وشنو يقول. معناتها هو كيف دابور المخ بيدو كسول، معناها مش كان على الكسل نمشيو للتشات جي بي تي. الكسل هو اسلوب حتى المخ يستعمله. الخلايا بين بعضهم باش يحكيوا بين بعضهم يختاروا السيركوي الاقصر باش يمشيوا. اذا ثم حاجه سوليسيون تجيك بسيركوي اقصر، حتى المخ يقترح عليك سوليسيون اسهل، مش ديما يختار الصعيب. المخ هو بيدو باش يستحفظ على الطاقه نتاعو يختار سوليسيون دو فاسيليتي. المخ بيدو هكا يخدم، معناتها فما بالك الاستعمال نتاع المخ هو بيدو يخدم بنفس الاسلوب نتاع الاحتفاظ على الطاقه. نجم نعطيو نقطه صغيره بارونتيز في الطاقه فيما يخص الطاقه. المخ يستعمل المخ بكله يستعمل 10 واط كيما امبوله معناتها نتاع ضوء ايكونوميك ب 10 واط. لي سوبر سنترال سي دي ميجا طن ميجا وات، قد القنبله الذريه تقريبا، باش يشغلوا الخزانات نتاع المعلومات. المخ يستعمل هذوما من الفوارق نتاع المخ والماكينه. المخ يستعمل شويه برك طاقه باش يعطي برشا حاجات، في وقت اللي الماكينه تستعمل ميجا وات باش تعطيك معلومات دقيقه في ميدان معين بريسي. قبل جوجل، الشيخ جوجل سميناه، اللي هو كل شيء تلقاه فيه. هو قرر اللي هي هذيك سورس معناتها فيابل، هو قرر اللي هذيك باش تعطيه الصحيح. كيما يمشي للطبيب عنده ثقه في الطبيب اللي مش يعطيه المعلومه الصحيحه، دونك يولي يشاور على كل شيء الطبيب، فهمت؟ دونك المخ اللي هي حاجه مفيده، معناتها الانسان يستعملها باش ما يستعملش برشا طاقه، ولكن لازم يعرف فين يستعملها، مش كان الاحتفاظ بالطاقه برك، لازم يعرف يستعملها ويحلل زاده هل ترى المعلومات هذيك معقوله ولا لا. ساعات المعلومات تخلويذ، اما الماكينه جابت لك التخلويذ اللي موجود في لي داتا الكل، فهمت؟ وفما استعمال اخر ماذا بيا نقول عليه اللي هو لي بيج داتا. لي بيج داتا ولا يستعملوا شنو البيج داتا؟ مثلا يدخل المريض للسبيطار ما ياخذولوش كان اسمه ودريسته وعمره وتاريخ الولاده، كيفاش ياكل، واش يستعمل دوايات اخرى، وشنو ما يقعدش، قداش يقعد في الشمس، قداش يقعد كذا، التواريخ الكل، كل شيء، المعلومات الكل بدون ما عندنا اسبقيه في المخ وراها شنو ينجم يصير. فقنا برشا معلومات ما كناش نتصوروها بالكل. مثال في الكوفيد، وقت اللي خذاو المعلومات على الناس الكل، شافوا سهلوا الماكينه، قالوا لها
اعطينا الحالات وشو الخاصيات نتاع المرضى اللي هما جاتهمش كوفيد صعيب. من جمله المعطيات اللي خرجوا العباد اللي ياخذوا في الدويات نتاع الاعصاب ما جاهمش كوفيد صعيب. استنتجنا اللي دويات الاعصاب عندها دور يحمي من الكوفيد، اللي معلومه ما حتى حد اللي يجيب الاخبار كيفاش واحد ياخذ في انتي ديبريسور محمي من الكوفيد كانسان مش ياخذ في انتي ديبريسور. هذوما البيج جمع المعلومات جمع المعلومات يخرج لك حاجه ما كانش يتصورها البال، اما ظهرت وقت اللي خذينا المعلومات الكل وغربناهم وخرجنا حاجه صحيحه. دونك هذوما من الحاجات المفيده اللي الطبيب ماذا به يعرفها اللي ما كناش نعرفوها احنا. شنو الحاجات اللي عقل الانسان ينجم يعملهم اللي الماكينه ما تنجمش تعملهم؟ الماكينه ما عندهاش مشاعر، ما عندهاش كونسيونس، ما عندهاش ضمير. معناتها كي تقول لها تعمل في الحاله هذه 1 + 1 = 2 طبق واعمل، هي تعطيك. الانسان ياخذ بعيد الاعتبار ألف حاجه اخرى وساعات بدون ما يكون هو واعي اللي هو خذاهم بعين الاعتبار المعطيات هذيك، والقرار الاخراني جاء حوصله لك المجموعه نتاع المعلومات تدخل فيها الذاكره والمشاعر والاخلاق والدين والتربيه اللي الماكينه ما عندهاش. هذا لا تربات ولا تدينت ولا علموها الضمير ولا علموها تبكي ولا تحزن. دونك هذايا يظهر لي في لي سوسيتي انه الماكينه ما عندهاش احاسيس وما عندهاش ضمير يساعد على بون بريز دو ديسيزيون والا لا؟ ابسوليومون. اما شنو نحب نزيد حاجه على الدكتور غضبان اللي شنو هي قوه لاتر هيومان؟ العبد الشخص il peut improviser معناتها يجم il peut se retrouver dans des situations اللي عمره ما يلقى روحه فيها، ما تعرض لها، فهمني، وياخذ قرار واحد. المخ مازالت عنده القدره باش يستنبط. كي يلقى روحه قدام حاجه ما يعرفهاش يستنبط. تقول لي انت الماكينه مازالت ما تعرفش تستنبط. مازالت. تحب نعطيك ان اكزومبل؟ وي. وقت تخرج من الطياره شنو تعمل؟ تلوج الفلاش السينال اللي يقول لك فين موجوده البورت دو سورتي هكا ولا لا، باب الخروج. ثم مطارات ما تلقى حتى معلومه. تعرف شنو نعمل؟ نتبع لافول منين يمشيو. هذاك سما اون ريغل، هذاك سي ديكسبيرتيز. انا نقول كي نرجع نحسب روحي ماكينه باش نرجع للتاريخ باش نقول يا هل ترى انا تو في وضع يشبه للتاريخ اللي تعدى به قبل باش نعرف نخاف ولا ما نخافش. نجي نشوف مثلا وقت اللي صار اكتشاف الكهرباء العباد كانت عندهم نفس الخوف. اديسون وتسلا كي صنعوا الالكتريسيتي العباد الكل خايفه من الضوء، ولكن دخلنا في عهد جديد اللي هو الالكتريسيتي هي اللي بدلت مسار نتاع الحياه وفلسفه الحياه. بعد في الاخر ولينا ما عادش لازم نستغناو على الالكتريسيتي. التاريخ ولا اكسيليري برشا بين الضوء جاء وبعد جاوا لي زوتوغود وتو جاء الذكاء الاصطناعي. الوقت قاعد يصير بسرعه اللي قبل قرون باش تجي حاجه تبدل الانسانيه. اما هذا اكتشاف مفيد للانسانيه ما زلنا خايفين منه، اما الانسانيه ماشيته في كل الحالات. شكرا جزيلا دكتور غضبان يعطيك الصحه. شكرا جزيلا سامي عاشور، مرحبا بك. ميرسي.